مشروب التمر هندي الأصلي في البيت هنعمله النهاردة بطريقة حلوة أوي أوي، سهل جدا. أحلى مشروب ممكن تعمليه على سفرة رمضان. معايا كده نص كيلو من التمر هندي، هضيف كده عليه لترين من المية المغلية، وهغطيه وهسيبه يتنقع كده لمدة ساعتين. لو وصلتوا بقى للمرحلة دي اثبتوا وجودكم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كده خلاص ده شكله كده بعد ما عدى عليه ساعتين. هبدأ أقلبه كده معاكم. ودلوقتي هنبدأ بقى نرفعه معانا على النار. أول ما برفعه على النار بسيبه يغلي بس كده لمدة ربع ساعة، وأوريكم برضو شكله بيكون عامل ازاي. احنا عايزين ناخد كل الخلاصة اللي موجودة في التمر هندي. بعد مرور ربع ساعة هنستناه كده لما يهدى شوية، وبعد كده هنبدأ دلوقتي مع بعض نصفيه. هنجيب حلة معانا، هنحط كده عليها مصفى، ولازم نحط عليها شاشة. ليه بقى الشاشة؟ عشان يطلع معاكي نقي ويكون رايق كده وطعمه حلو قوي قوي، ما يكونش فيه اي شوائب نهائي. فانا بحط كده عليه شاشة. وطبعا الشاشة دي يا جماعة انا مخصصاها بس للمشروبات. وكمان لما بغسلها بمية بس، يعني ما بضيفش ليها اي مسحوق طبعا، عشان الريحة بتاعت المسحوق ما تكونش كده ايه في العصير او الاكل اللي احنا هناكله. فانت كده ايه ممكن تخصصي برضو شاشة بالشكل ده. طبعا شاشة او طرحة قديمة عندك تغسليها كويس جدا، وبعد كده تخصصيها ايه للمشروبات بس. ضفنا كده التمر هندي كده معانا في الشاشة، وهنبدأ نصفيه كده على قد ما نقدر. طبعا في المرحلة دي هو سخن جدا. انا بقى طبعا ايه هبدأ كده اضم الشاشة على بعضها، وهبدأ اعصر فيه على قد ما اقدر. زي ما انتم شايفين كده انا بلم الشاشه وبضغط بس كده من فوق. طبعا الشاشه معايا كبيره، فتخلي بالكم طبعا عشان هو سخن جدا. وبعد كده هجيب معايا ميه ساقعه عشان برضو ايه ابدا اصفيه اكتر. فضفت كده عليه كوبايه كده من الميه الساقعه، وهبدا برضو ايه اعصره كده بايديا كويس قوي. طبعا هو سخن جدا فلازم تضيفي ميه ساقعه عشان تقدري ايه تصفيه على قد ما تقدري. فببدا اصفيه بالشكل ده، وهزود برضو كده معايا ميه تانية لحد ما نصفي وناخد كل الخلاصه اللي موجوده ايه في التمر هندي. عايز اقول لكم يا جماعه ريحته رهيبه، طعمه حلو قوي قوي. انا بالنسبه لي ده مشروبي المفضل، واستحاله اشتريه من بره. طعمه في البيت احلى وانضف بكتير. محدش هيعمله بالنظافه دي. يعني زي ما انتم شايفين كده الشاشه بتاعتي بتكون بيضه نظيفه، حاجتي كويسه، انا عاملاها كده بايديا في البيت. وغير كمان اللي بيتعمل بالالوان الصناعيه، ده كده حاجه طبيعيه واصليه، وطعمه حلو جدا جدا، مختلف تماما عن اللي بتشتريه من بره. كده خلاص انا صفيته كويس جدا. وهتلاحظوا التمر هندي هنا الكميه طبعا زي ما انتم شايفين كده حوالي دول كده 3 لتر ايه من التمر هندي. بس طبعا هو هنا كده مركز جدا. بعد كده بقى هبدا اضيف ليه السكر. بالنسبه للسكر ممكن تضيفوا كميه السكر كلها، بحيث لما تاخدوا منه تزودوا ميه بس ساقعه. تمام. او تحطي كميه سكر قليله، وبعد كده هتزودي ميه ساقعه وزودي السكر على حسب الرغبه وقت ما تحبي تشربيه. فدي حاجه ترجع لكم براحتكم خالص. انا بالنسبه لي بحب اضيف كميه السكر كلها مره واحده، بحيث لما اطلعه من الفريزر او لو حتى حطاه في باب التلاجة ازود له بس الميه الساقعه والتلج، مفيش اكتر من كده. هنبدا بقى نحتفظ بيه كده في اكياس. طبعا انت لو عندك مكان في التلاجة تقدري تعبيه في ازاز وتحطيه في باب التلاجة. ما عندكيش مكان هتحطيه في كيس بالشكل ده. طبعا كوبايه زي ما انتم شايفين كده بحط كوبايه واحده، ولما بخرجها كده من الفريزر تفك معايا ببدا اضيف ليها كده الميه، واظبط طبعا السكر طبعا على حسب الرغبه. واضيف ليها برده كده مكعبات من التلج بيديله طعم حلو قوي قوي. بيكون مشروب كده منعش ولذيذ وطعمه حلو جدا جدا. اما بالنسبه للكميه اللي انا بحطها في الكيس فدي طبعا على حسب عدد افراد البيت عندك، ممكن تقللي عن كده او تزودي براحتك خالص. هعبي بقى كميه الاكياس كلها، وعايز اقول لكم الكميه دي عملت معايا 15 كيس. ما شاء الله كميه حلوه قوي قوي. ان شاء الله هتجربوه في البيت وانا متاكده هيعجبكم جدا، واستحاله تشتروه من بره تاني. اتمنى بقى لو وصلتوا للمرحله دي ونسيتوا تحطوا اللايك ادعمونا كده بلايك حلو منكم. واتمنى لو تشيروا الفيديو اكون شاكره ليكم جدا جدا. كده خلاص انا عبيت الكميه بتاعتي كلها. وبعد ما بخلص بجيب المقص واشيل كده ايه الجزء الزياده اللي في الكيس عشان يبقى شكله حلو كده ايه وانت حاطاه في الفريزر. نحضر بقى كده كوبايه تمر كده مع بعض. حطيت كده مكعبات من التلج، وحطيت كده كميه ايه من التمر هندي، وعليهم كده الميه الساقعه. شايفين الجمال؟ الله اكبر، بجد تحفه. اتمنى فعلا تجربوه وتقولي رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه.